السلام عليكم. والله يعني من زمان عنكم يا شباب. بقالنا قد ايه؟ بقالنا كده 3 اسابيع ملناش فلوج. خير. الساعة دلوقتي 6:11، المفروض ننزل الساعة 6:30. المفروض نلبس ده وده اللي هناك ده، فهلبس واجيلكم. انا جيت بسرعة قوي كده، انا اسف بصراحة يعني على الكرنج. من الواضح كده يعني ان انا بصراحة في ناس كتيرة بيقولوا إن ده أصعب امتحان يعني في السنين الأكاديميك اللي في الأول، اللي هي أول سنتين ونص. بس يعني على حسب البني آدم. امتحنت امتحان ده السنة اللي فاتت مرة، الناس كلها كانت خارجة بتصيح يعني، بس أنا كنت قشطة يعني، مش مشكلة. الموضوع كله محتاج يعني تبقى مش متوتر، إن أنت تعرف شكل الامتحان بعد شوية. فيعني إيه، أسيبك أنا عشان ننزل وأراك قبل الامتحان. باي باي. احنا الفرقة التانية. ناخد المجموعة بقى. محمد ابتسم للكاميرا. محمد This is the pre-lab. الحمد لله. بس المهم يعني الرجاله خلصنا الامتحان، ساعه ونص، ساعه ونص انتظار. بعد كده الامتحان كله اصلا 20 دقيقه، فمش محتاج يعني. فبس المفروض خلصنا الامتحان، الساعه دلوقتي 10. محدش بيكلمني انا صح؟ ماشي يا رب محدش يبص. فالمهم يعني هنروح اشوفكم في البيت. طبعا يا شباب الحمد لله رجعت. حان وقت فقرة الطبخ الجامدة. طبعا انت لو ما عندكش وقت ومش عاوز تطبخ، ممكن تعمل حركة جامدة جدا. تقف كده، لف ده كده، حط كده، مش ده، تعالى هنا تاني. ايوه، هو ده. صلك. كويس. طبعا اي حد عاقل يعني هيقول لي ايه ده، يا ترى ايه الامتحان ده يا علي؟ ثانيه واحده كده. بس انتوا اكيد يعني شفتوا الثمنيل او التايتل بتاع الفيديو. هو امتحان اناتومي عملي. يعني في امتحان اناتومي اللي هو نظري، اللي هو كتابه او ام سي كيو. وفي العملي بقى. العملي ده بتنزل المشرحه حرفيا، بيبقى قدامك كذا ستيشن، كذا ترابيزه كذا ترابيزه، بين كل ترابيزه وترابيزه مكان بس يكفي ان واحد يقف. وبعد كده الدكتور يقول لك ستارت او موف. موف تقوم انت داخل على الامتحان. المشكله بتحصل ان الموضوع اولا بيبقى مقرف، ان هو بيجيب لك يعني كاديفر كامل، اللي هو او يعني كامله، انا اسف. بيجيب لك كامله وبيعلم لك، بيربط لك مثلا حاجه فيها فانت بقى تحتاج تقلب يمين شمال فوق تحت لغايه ما توصل للحاجه دي بقى، فاهم؟ وكل ستيشن وستيشن تانية مفيش وقت بينهم، في دقيقه ونص او دقيقتين بكتير قوي، على حسب الدكتور. لو عاوز اريح بدري يخليها دقيقه، لو فاضيين او لو دخلت بدري يعني ولسه مروقين شويه ممكن يخليها دقيقتين، دقيقتين ونص. بس هي الفكره كلها انك تعرف تتعرف على الحاجه وتكتبها وتكتب الاسئله اللي مكتوب عليها في دقيقه ونص او دقيقتين. انا مش عارف ليه يعني، انا لو جالي عيان العياده ابقى عاوز اخلصه بسرعه؟ لا ما اظنش يعني. مش عارف بصراحه ايه وجهه النظر من الامتحان ده، بس هو بيقول عليه اصعب امتحان في الاكاديميك يعني. وفي ناس بيغمى عليها في الامتحان، وناس بتقطع الحاجات عشان اللي وراها ما يعرفش يحل الامتحان صح يعني، عشان يعلوا بالدرجات بتاعتهم. بس يعني على العموم هو يعني امتحان صعب بصراحه، والويتنج بتستنى كتير قوي لغايه ما ظهري باظ اقسم بالله. بس حلاوه انك بتستنى انك بتبقى شايف الستيشنز اللي قدامك، فكل مثلا اللي يخش يشاور على الحته دي تعرف ان دي مثلا حته هنا مثلا كده، والمثلا يشاور ويقعد بيركبها على جسمه كده، فانت تعرف دي رايت او ليفت. الناس كلها بتعرف اولا. ثانيا الحاجه قدامك، هم لو عاوزين يخبوا ويخلوها مفاجاه يحطوا ستاره ولا يحطوا اي حاجه، بس انت قاعد على الكرسي وحرفيا الستيشنز قدامك. بس يعني بتشوف مثلا اول 3 واخر بقى 7 ما بتشوفهمش يعني. فبس امتحان اولا موتر، ومحتاج تبقى مراجع كل حاجه كل حاجه، عشان لو جات لك حاجه ما تعرفهاش انت خلاص باظت. فبس يعني ده يعني ملخص الامتحان يعني. الله لا يكتب على حد يعني بصراحه. يا رب يغيروا النظام ده، غالبا مش هنمتحن اصلا عملي تاني زي كده، فاهم؟ خلاص ده كان اخر امتحان عملي الاناتومي على ما اظن يعني.
بعد كده يبقى مديله 207 صغير كده وخلاص يعني. فبس قهوة and that's it، وهنروح عندنا تمرينة عنيفة في الجيم. Let's go to the gym my boys. تم الوصول. دي الركنة تمام. اه بصراحة انا المفروض يعني انت لو هتروح الجيم خلي ده التمشية بتاع يومك، بس بصراحة يعني ايه، انا مشيت كتير قوي النهارده ومش قادر، فممكن اروح بالعجل او اروح حتى باي وسيلة مواصلات تانية يعني. اه عندنا النهارده تمرين بنش، بقالي يومين ما نزلت الجيم عشان الامتحان ده. ها ايش يا رب الموبايل ما يقعش، بس الموبايل وقع انا مش عامل فيديوهات تاني خلاص. بسم الله. كانت تقيلة قوي، ايه ده؟ حان وقت المروح، لكن قبل المروح سوف أذهب لصلاة العصر. ما صورتش حاجة من التمرين تقريبا، فيعني انا مصور النهارده في الجامعة، يعني تخيل مصور في الجامعة ومش عارف اصور في الجيم. يعني عاوزين نذاكر امتحان يوم الخميس الجاي بصراحة، فدعواتكم يا شباب الامتحان يكون جيد. سواء موجوده هنا في الصيدلي او موجوده فوق في الدنترايت واللي حوالين خلايا الاعصاب، خلايا الغرائيه اللي اسمها الجلايا سيلز، دي الخلايا اللي بنها سبورت يعني. هلا والله يا شباب، والله من زمان عنكم. صورتش حاجات كتير قوي من المغرب والعشاء، بس يعني قشطة يعني. ذاكرت شوية بعد العصر. يوم كويس بصراحة، يوم كويس، وانا يعني سبحان الله لسه مش تعبان قوي يعني. اخوة اتفرج على الراجل ده، الراجل ده جامد جدا، اسمه حسن عرقان او عرقان، مش عارف بصراحة. عرقان، عرقان دي غلط جدا بصراحة. بس الراجل جامد يعني، طبيب قلب وقسطرة شغال في كندا، سعودي هو يعني. بصراحة يعني بيدي معلومات جامدة جدا وحاجات جامدة جدا بصراحة، لو انت في المجال الطبي ينفعك قوي يعني. اظن ان هذا كل شيء، اراكم في فلوج اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.